كتنسى؟ انا ما كنساش، فقط جيت نفكركم واحد الخطره الا باقيين عاقلين. كنت خليت التقبه ديال الطواليت مفتوحه وخرجت واحد فورمه سراق الزيت من هذيك الطواليت، وقالت لكم انا دعيت ساري كل رفعت عليها شكايه في فرنسا وانا وقلت لكم يا مس امونس راه داكشي كله كذوب، غير فيلم باش تطلع البوز، باش تولي شيء لان هي لا شيء، وباش انها تولي شويه من ديك الشيء فخصها ضروري تجيب ساري كل. انا مشيت لفرنسا ودوست نهار ونص في فرنسا، وخديت الطياره في فرنسا، ومشيت في التران لفرنسا، وقفوني البوليس ورحبوا بيا وقالوا لي مرحبا بك في فرنسا. واو فهمتوا ليش كنبغي نقصد لكم؟ تبقاوش تيقوا اي واحد، ما تقديش عليا الحشره. صحاب لك غادي ننساها لك الا انت نسيتي ودابا كديري ديك الحياه ديالك البائسه بحالك تتعيشيها نورمال. نو انا ما تنساش. يلا ندخلك شويه ديال الاكتئاب، ندخلك شويه ديال الاكتئاب باش غادي تحسي فاش غادي يعرفوك المغاربه انك مجرد حشره وكذابه. وهاد المره فاش بغيت تكذبي كذبي على شي وحده مثلا اللي ماشي فمها طواليت بحالي، كذبي على شي وحده اللي بقونه. اي انا ماشي بقونه. وزائد هذيك المسندره اللي في المغرب اللي الكركاس ديال الفم ديالها سابقه، اللي جالسه كتقول لهم اللي ما رباش وليدي نربيوه المخزن براب. عقلتوا على هاد ليستوار ياكم. مازال المخزن غادي يربيك نتيا المسندره. عرفتي شنو هي اكفس شيء في هذا الكون؟ هو انك تكوني عايشه في الحياه وما عارفاش انه ما تحبه لاخيك سيسرى ليك. واش ما عارفينش هادشي؟ داكشي اللي كتبغيه للناس كيوقع لك، كان زوين ولا خايب. وانتي تمنيتي ليا الحبس، سمعتيني؟ كنتي متفقه عليا انت والحشره ديال فرنسا، وتمنيتي ليا السجن رغم انك انت كلمه ام بزاف عليك، ولكن المهم عندك 3 د الوليدات وكديري لنا فيها زعما الام المثاليه بالروتينات ديالك الحامضه. وتمنيتي ليا انا عندي بنيه خدامه عليها، الاب ديالها فات الساعه ما كيسولش فينا، وبغيتي تحرمي بنتي مني، ودرتي اليد في اليد مع الحشره ديال فخنسه، ودرتو داك الفيلم. هو غير فيلم ديال انها تقول انها دعاتني، كان غير فيلم باش طلع لي في، ولكن بمجرد انك بغيتي ليا الشر وبغيتي ليا ديك البلاصه ما تخميش، بغيت نقول ما تخافيش، غادي نشوفك فيها ان شاء الله، لان انت تمنيتيها الام اللي هي انا، الام المثاليه. كلكم اللي في السوشيال ميديا، كلكم اللي كديروا فيها امهات، نتوما اكبر كذابات. الام الوحيده المثاليه اللي في السوشيال ميديا ويرفع لها القبعه هي ساريكو. ما نتوما غير كيفاش كيقولوا لا اتباعي تقلدونني ولكن لا تنجحون. بين لكم الشر في عينيكم، الشر زيدك بئتين. فخليني نقول لك المسندره ديال المغرب لا انت لا الحشره ديال فرنسا، كاع داكشي اللي تمنيتوه ليا غادي تطيحوا فيه ان شاء الله، لانه انا ماشي انسانه عاديه، انا انسانه ماشي عاديه. اللي كيضرب ساحتي واللي كيبغي يظلمني ربي كينتقم ليا منه. جد فرحانه. ولا قلتوا لي علاش انت فرحانه؟ ما كاينش اللي كيفرحني فاش كنعرف راسي غاديه لندن. اوكي بزاف ديال الناس تيقولوا لي شفناك غاده جايه لندن. نو ماشي غاده جايه لندن، انا غاديه جايه لندن لحقاش راني متبعه خدمه وحبيبه ديالي. كيفاش هاد الكلام اللي تتبغي تسمعني تتبغي تضربي شي معنى؟ زعما بغيتي تقولي واش عندي شي حب تما؟ نو حبيبه، هادشي ديال الحب وزيديني عشقا زيديني، هادشي ديال تضييع الوقت. كومي غونبا انا نسالياش. جو سوي اوكيبي مود افيون، جو سوي اوكيبي مود قفل، قلبي مود قفل. انا ما مسالياش هادشي ديال الحب والتوب، هادشي كله خليته لضعفاء الشخصيه. انا كنبغي الموني. اوكي كاين فرق كبير ما بين انك تبغي الموني وفرق كبير ما بين انك تبغي المال.
نقول لكم السبب الرئيسي اللي كنمشي عليها انا لندن. ابار مثلا فاش كتجيني الخدمه، راكم عارفين فاش كتجيني الخدمه تنحط لكم لافيش ديال الخدمه، ولكن السبب دابا اللي خلاني غادا جايه لندن هو التريتمون اللي كندير لكرشي ولظهري والى اخره. غتقولوا لي ساره شنو هو هذا التريتمون؟ هذا التريتمون البنات هو تكنيك جديده ديال شفط الدهون. شفط الدهون، شوفي الحاجه اللي كتعجبني في لاكلينيك ديال صاحبتي فاتي هو انها ماشي كتوبليجي عليك انك ديري الشفط لكل شيء. مثلا كتمشي عندها كتقول لك خصك ديري اليدين، الرجلين، الظهر الى اخره والكرش نو. الا مشيتي عندها وقلتي لها شوفي انا بغيت نحيد الكراسه، بغيت نحيد الشحمه اللي عندي في يديا، بغيت نحيد الشحمه ديال اليد، غادي دير لك الحقن ديال الشحمه ديال اليد. اوكي، ماشي في كلينيكات اخرين كيوبليجيو عليك انك نوم، حيت هما ما رابحينش معاك الا داروا لك غير الايد ولا غير الرجل ما بين الفخاد. مثلا انا غندير هاد الخطره غندير ما بين الفخاد هذيك الشحمه اللي عندي تما. وقفت الان طاح لي التليفون. الوغ كما قلت لك هاد حيدي لي هاد الرموش. الوغ هاد لا تكنيك قلتو انا قبل ما نتخاصم مع الصالوني اصلا كنت غادي نرجع عنده باش نعاود نشفط شويه الكرش، لانه ما نكذبش عليكم اختي بنادم راه كياكل الخبز مره. انا راه ما تنشربش كوكاكولا، ولكن مره كنقدر شي فانطا ولا شي ريد بول هكا، وهداك الشيء راه تيتجمع. راه دابا انا عامين باش درت عمليه الشفط، زعما في هاد العامين ما هزيت حتى شويه ديال الشحمه. راه بنادم كتجيبها الوقت كياكل الطاكوس في الليل، كناكل ساندويتش. انا البارح في فرنسا، ماشي البارح هو البارح في فرنسا، كليت الساندويتش ديال السوسيط على الصباح بالفريت بالمايونيز بالخس. كتجيبها بنادم كياكل بيتزا في الليل، كياكل الشكلاط، كياكل الحلوى، كياكل الزيت الزيوت. فهاد الشيء مع نهار على نهار كتكركم لك واحد الشحمه في الذات ديالك. وانا كنت كنفكر انني غادا نعاود نمشي ندير الشفط. وشوفوا الله سبحانه وتعالى فاش كيكون كيبغيك، قال لي يا ساره بلا ما تعاودي ديري الشفط. عرفني على هاد البنت هذه ما شاء الله عليها. واخا بعيده عليا، يعني لندن عندي 3 سوايع في الطياره، 2 سوايع و40 دقيقه، ولكن ما نكذبش عليكم بحال تركيا كنت كنمشي كنضرب 4 سوايع ونص 5 سوايع تقريبا في الطياره. هذه قل كنضرب غير 3 ديال السويعات. وما نكذبش عليكم انا جد فرحانه بالغيسولطه، لحقاش بديت كنشوف الابدومين ديالي بدا كيرجع ليا كيف ما انا درت اول مره الشفط. وبهاد التكنيك زوينه، ما نحتاجش انني ندخل في غرفه العمليات لا الى اخره. وانا جد فخوره بصاحبتي دكتوره فاتي.